لابراهيم دياز والحكيم زياش، نجوم من منتخب المغرب اللي اصبح جودتهم والتكنيك بتاعهم في التصويب هي ماركه مسجله لنجوم المغرب الحقيقه. والتصويب من تكنيك مش متعارف عليه. لابراهيم دياز والحكيم زياش، نجوم من منتخب المغرب اللي اصبح جودتهم والتكنيك بتاعهم في التصويب هي ماركه مسجله لنجوم المغرب الحقيقه يعني. والتصويب من تكنيك مش متعارف عليه، بمعنى انه حكيم زياش اعتدنا كلنا نتفرج عليه كجمهور مصري يعني مع تشيلسي مع المغرب مع جالاتا سراي مع على الاطمر اللي من الطرف من ناحيه اليمين والارتو على الجون. واعتدنا انه ابراهيم دياز تقريبا من نفس المساحه دي اللي هي من ناحيه اليمين او من العمق بتقطم وشمالك على المرمى. لكن تعالوا نشوف اللي عمله ابراهيم دياز واللي عمله حكيم زياش مع ريال مدريد ومع جالاتا سراي هذا الاسبوع في الدوري الاسباني وفي الدوري التركي. نبص مع بعض. ده اولا ابراهيم دياز وهدف ريال مدريد الاول في مرمى قادش. ايه اللي حصل؟ استلم مودريتش الكره، واخد بالك، وبعدين ظهر ابراهيم دياز بين الاثنين لعيبه في خط الضغط الثاني بالنسبه لقادش. استلم الكوره، اولا الاستلامه دي، لا نرجع الصوره اللي قبلها يعني. استلامه ابراهيم دياز دي جت على جوه، فهو مستلمها على رجليه الضعيفه اللي هي رجليه اليمين. اشمعنى؟ كمل كده. استلمها على اليمين وقطم سريعا برجليه لجوه، وبالرجل الضعيفه وقع مدافع اللي معاه، ثم التصويبه على الناحيه الثانيه بالقدم الضعيفه لابراهيم دياز على المرمى. فانت هنا بتلاقي تعمد ان انا هستلم لجوه بحيث تبقى رجليا اليمين في وش الملعب، وهقطم بشكل مباشر فهوقع المدافع اللي معايا ثم الكره على المرمى. كره حكيم زياش بقى اصعب في المفاجاه، بمعنى الكره ما كانتش مع جالاتا سراي، ثم الضغط العالي اللي كان موجود الكره اتقطعت، وبعد كده تمريره في اتجاه دريس ميرتنز بيحاول ان هو يريح الكره. مين اللي لسه مش متراقب؟ هو حكيم زياش اللي جاي بوشه. عندك 1 2 3 4 5 6 7 لعيبه من الفريق اللي قدامك، لكن في النهايه التوجيه ما بيرحمش حد. استلامه واحده قدام الزحمه دي كلها، الكوره رايحه بتزغرط في المقص من العمق، وقدامك زحمه للعيبه، لكن انت مظبط الناشنكان انه رايح في المقص. وبالتالي ده كواليتي فردي ملوش علاقه بحاجه، ومحدش عادلك انك تبقى كده. لكن في النهايه التاسيس اللي كان موجود عندك سواء في هولندا بالنسبه لحكيم زياش، ابراهيم دياز في اسبانيا او في ايطاليا، وانك تتقل الموهبه بتاعتك هو اللي خلى الثقه في القرار اللي انت بتاخده عامل كده. شكرا لك على مشاهدتك للفيديو، نتمنى أن يكون قد نال إعجابك. نرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، كما يمكنك الضغط على زر لايك لدعمنا. نحن نقدر دعمك وتشجيعك، وسنواصل تقديم محتوى جديد ومميز. شكرا مرة أخرى.